في حال فوز المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، أحد المرشحين للفوز بلقب كأس العالم هو المنتخب المغربي. وتنظن بأن المنتخب المغربي إذا فاز على المنتخب الفرنسي وما غاديش يلقى من بعد منتخب أكثر شراسة بحال المنتخب الفرنسي، يعني غتقوى الحظوظ تاعو. ومن لحد الساعة فالمنتخب المغربي واحد من المرشحين. إذا أكد هذا مع المنتخب الفرنسي فأكيد غتكون إن شاء الله كأس العالم مغربية. وقيل باقي دابا كاينين بزاف ديال المغاربه كيشك مع هاد الماتش ضد الفرنسا. علاش كيشك مع لي ليون دو لاتلاس؟ مالكم وفيقوا؟ ما كاينش واحد فرحه دابا اللي كان ربح لفرنسا الا ماشي هاد الفرحه ديال المغرب. ما كاينش. يا باي نوت ايكيب. عاملوا براسكم، تيقوا في راسكم مغاربه. ماشي غير الماتش، ريفانس كبير، ماتش ديال التاريخ. كتبوا تاريخ جديد ان شاء الله، اقسم التاريخ في الكاس العالم ديال المغرب. ما تحافظش بوالو، شك وخوف. ما عندهم بلاصه دابا في حد الماتش. ياسين بونو، اشرف حكيمي، دراري سيروا ووريو العالم شكون لي ليون دلاطلاس، شكون المغرب، وكتبوا تاريخ جديد ان شاء الله. اقسم بالله انا كنعامل باللي هاد الفرحه تقدر تربح لفرنسا ان شاء الله باذن الله في هاد الماتش. الله يرحم لكم والدين، لعبوا بقلبكم وبروحكم. ما تحافظ بوالو. شاب كامل معكم، مسلمين كامل معكم. هاد الماتش ديال التاريخ. الله يعاونكم. بون كوراج. الله الوطن الملك ديما مغرب. Hello everyone, Salam Alaikum. We are outside the embassy of the Kingdom of Morocco in Washington DC here in the United States. Many people don't know that America and Morocco have been best friends for a long time. Morocco was the first country to recognize US independence. I've been lucky enough during this year's World Cup to celebrate that friendship that is so special and brought the two countries together for over 200 years. Now I'm outside my RV that I've taken all around North America and been blessed to represent both the United States and Morocco throughout the entire World Cup. I want to say thank you to all of my friends out in Morocco and the US Embassy in Morocco. We love all of you very much and we are very grateful for you. Dima Maghreb, Dima America, and let's go win against France on Thursday. Blessings to all of you. والله مرتاح حتى شفت هاتو المغرب. الاولى هي ديشون، بعد ما سولو واحد الصحفي مغربي وقال ليه الا مشيتي تقصيتي غدا على يد المغرب شنو هو غادي يكون الانطباع ديالك؟ يلا سمعت تقصيتي على يد المغرب ويدير داك اللعبه ديال الاستهزاء. Ça pourrait peut-être être votre éventuel dernier match à la tête des Bleus. هذه الاولى. الثانيه اليوم الاستعداد القبلي قبل المقابله ديال غدا، اللعابه ديالهم ما كانوش كيترينيو. ديك اللعبه ديال حنا امورنا مضبوطه. وشنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيترينيو على الاحتفالات. انا كيعجبني بزاف نكون في لا سيتوياسيون دو فيبليس باش ندخل نعذبك ونأدبك ونوريك شكون انا. يا ربي غدا نصرنا عليهم، يا ربي غدا حقق لينا الحلم. هما راه فرقه كبيره وواعره وعندهم تروازيكيب وكل شيء، ولكن يا ربي غلبنا عليهم. ويا ربي الا كانوا هما 11 صحاح الله يجعل حنا دوك ال11 مع الملائكه الرحمن، فين ما كيضرب شي لعاب كيضرب معاه الملك. يا رب قولوا امين، قولوا يا رب. اليوم انا مغربي لما يلعب المنتخب مع فرنسا، وبصراحه اليوم وكل يوم كلمه من قلبي. نحن بنعرف اللاعبين، بنعرف مواهبكم، بنعرف قدراتكم، بنعرف حبكم لبلدكم، بنعرف قديش بتقاتلوا في الملعب. فما مطلوب تعملوا اكثر من هيك ابدا. المطلوب بس تلعبوا بالشيء اللي عودتونا عليه. البعض بيقول الوصول لدور الثمانية مو انجاز، يمكن من محبته للمغرب، بس هذا غلط. نعم الوصول انجاز، بينت من دول في العالم وانت واحد منهم. ليش مو انجاز؟ انجاز وقت اللي البرازيل برا، وقت المانيا برا، وقت كرواتيا برا، وقت البرتغال برا، وقت كولومبيا برا. كيف يعني مو انجاز؟ انجاز. لا تضغطوا على اللاعبين تقولوا بدنا كأس العالم. في 8 منتخبات تاني، في 7 تاني موجودين. كما أنت لك طموح غيرك له طموح. هذا توفيق من رب العالمين. أنت تعمل اللي عليك، تأدي اللي عليك، وتخرج مرفوع الرأس. فإذا كنت، أو في كتير ناس ما فازت لكن توجت
بالقلوب وتوجت بالأداء، والناس لليوم بتتذكرها. منتخب المغرب نعم مؤهل لأنه يأخذ كأس العالم وهو قادر، لكن نحن ما منطالبه إلا أنه يؤدي كما يجب وبس. وديما مغرب ومنصورين، وإن شاء الله بتفوزوا على فرنسا وبنوصل للنهائي إن شاء الله يا رب. شحال هادي في كاس العالم كنا كنقلبوا على شي منتخب كبير نتخباو فيه، فرنسا، الارجنتين، البرازيل، ايطاليا، الالمان، باش الا ربحوا اللقب نقولوا هذا هو المنتخب اللي شجعنا. وتا حنا كان اقصى طموح عندنا هو نوصلوا للدوزيام تور. اللي بايضوي المغرب هو اللي كان سباق لهاد المساله هادي. جات 2022 الركراكي ووليداتو شكرا جزيلا لهم داروا لنا انجاز اللي ماشي عادي، دومي فينال، احسن 4 من 32 منتخب. جات ميريكان كلشي كيتسنانا، شنو غادي نديروا؟ كارد فينال، عاودناه المره الثانيه على التوالي، وطامعين في اللقب. الا كتب الا ما كتبش غادي نعاودوا، وما عرفنا شنو غادي يوقع. المهم شنو ما كان، حنا غاديين في واحد الطريق مزيانه. داكشي علاش ما تفاجئوش الا كاينين الناس كيشجعوا المنتخب المغربي، لان كيشوفوا في داك المنتخب الكبير اللي كنا حنا كنشجعوا شحال هادي. ولا كاينين الناس ما كيشجعوناش، عادي، هذه هي كره. وحتى الا بغاو يهضروا، حيت كاين واحد الخوف ديال ولكن شنو غيقولوا علينا، حيت الا مشينا تخسرنا، خاصهم يديروا بحالنا ببساطه. الا ما داروش بحالنا، ام سوري نوت سوري، ديما مغرب. اللهم كرم منتخبنا المغربي بنصرك وتوفيقك. اللهم أيد أسود الأطلس بروح من عندك، وثبت أقدامهم واشرح صدورهم، واربط على قلوبهم، وألهمهم الصواب في كل تمريرة وكل قرار وكل لحظة. اللهم سدد رميهم وبارك في جهدهم. اللهم اكتب لهم الفوز، وأدخل الفرحة على قلوب الملايين من أبناء المغرب، واجعل هذا اليوم يوما يكتب في تاريخ أفراحنا. اللهم ارفع راية المغرب عالية بين الأمم، وأكرمنا بنصر يبهج القلوب ويملأ البيوت فرحا وسعادة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. اليوم مواجهة كبيرة بين المغرب وفرنسا. بصراحة كاين شوية ديال الخوف عادي، لأن فرنسا منتخب قوي وحتى المغرب منتخب قوي، ولكن كاين ثقة وأمل أكبر في أسود الأطلس. هذا المنتخب عودنا أنه كيقاتل حتى لآخر دقيقة، وكل مرة كيصنع المفاجأة. المباراة غادي تحسم فوق أرضية الملعب، وما كاين حتى شيء مستحيل. أنا عندي ثقة كبيرة أن المغرب قادر يحقق الفوز إن شاء الله. نتمنى نشوفوا أداء قتالي ونفرحوا جميعا بالتأهل. قولوا لي في التعليقات شكون كتوقع يفوز وشحال النتيجة، وديما مغرب.